السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى ثانوي، أخباركم إيه؟ معاكم مستر محمد السيد الشامي، والنهاردة بإذن الله هنتكلم مع بعض على منهج الجغرافيا في الترم الثاني. في البداية منهج الجغرافيا بتاعكم عبارة عن وحدتين اتنين. الوحدة الأولى عبارة عن 3 دروس. أول وحدة بعنوان سكان مصر. أول درس بيتكلم معاك على نمو وتركيب السكان. الدرس الثاني بيتكلم معاك على توزيع السكان والكثافة السكانية. والدرس الثالث بيتكلم على المشكلات السكانية والاجتماعية. والدرس الرابع أو الوحدة التانية بتتكلم معاك على الأنشطة الاقتصادية، يعني الشغلانات بتاعة السكان شغالين بإيه. في اللي شغال في الزراعة فهنتكلم في الدرس الأول على النشاط الزراعي، والدرس الثاني بنتكلم على النشاط التعديني، والثالث بيتكلم عن النشاط التجاري، وآخر درس بيتكلم معاك على النشاط السياحي. فمجمل المنهج معاك في الترم الثاني منهج سهل ومنهج بسيط، بس أهم حاجة المذاكرة. نبدأ مع بعض أول درس وهو نمو وتركيب السكان. في الدرس ده هنتكلم على السكان بتوع مصر، وعلشان نتكلم على سكان مصر لازم نجمع معلومات عن السكان بتوع مصر. طب أنت دلوقتي بتجمع السكان بتوع مصر ده أو بتجمع معلومات عن السكان من خلال إيه؟ قال لك من خلال حاجة اسمها مصادر البيانات السكانية. مصادر البيانات السكانية عبارة عن حاجتين اتنين، حاجة معانا اسمها التعداد السكاني، وحاجة معانا تانية اسمها الإحصاءات الحيوية. الإحصاءات الحيوية، التعداد السكاني والايه والاحصاءات الحيويه. اول حاجه عندك هو التعداد السكاني. يعني ايه التعداد السكاني؟ قال لك التعداد السكاني ده عباره عن عمليه جمع وحصر شامل للمعلومات المرتبطه بالسكان. بنجمع معلومات مرتبطه بمين؟ مرتبطه بالسكان. من حيث قال لك من حيث والله الانشطه الاقتصاديه والانشطه الاجتماعيه في منطقه معينه وفي فتره زمنيه محدده. يعني ايه الكلام ده؟ علشان انا مش فاهم حاجه. اول حاجه خالص بالنسبه للتعداد السكاني، دولت عباره عن مجموعه من الشباب بيبداوا ان هم ينزلوا ويلفوا على البيوت، ويبداوا ان هم يسالهم كل اسره، ويسالوهم يقول لهم مثلا الاسره دي كام فرد؟ الافراد ده هم هل هم ذكور؟ هل هم اناث؟ قد ايه ذكور؟ قد ايه اناث؟ قد ايه اطفال؟ قد ايه كبار سن؟ قد ايه شباب؟ طيب حلو قوي. بعد كده يسالهم مثلا على الحالات اللي هي بتاعت الزواج والطلاق من حيث الاوضاع الاجتماعيه بتاعتهم، وشغالين ولا مش شغالين. دي اسمها الانشطه الاقتصاديه. يبقى التعداد السكاني تاني كده قال لك عمليه جمع وحصر شامل، بنجمع معلومات عن السكان من حيث عددهم وتوزيعهم، وايه كمان قال لك وتركيبهم. التركيب هنعرف ان في عندنا نوعين اتنين من التركيب، تركيب نوعي وتركيب عمري. قال لك في منطقه معينه او منطقه محدده، فترة زمنية محددة. منطقة معينة يعني ممكن أعمل التعداد السكاني دوت مثلا في محافظة زي محافظة الإسكندرية، ممكن أعمله مثلا في محافظة زي محافظة القاهرة، وفي فترة زمنية محددة. وهنعرف إن مصر بتعمل التعداد السكاني بتاعها كل حوالي 10 سنوات. وأول تعداد سكاني مصر عملته كان سنة 1882، وده كان مرتبط معاك بالاحتلال البريطاني. بريطانيا أول لما احتلت مصر بدأت إن هي تعد السكان، وهنعرف ليه دلوقتي. بعد كده عندك قال لك تاني تعداد سكاني كان سنة 1897، وبعد كده كمان 10 سنين عملناه 1807 أو 1947. بعد كده جه التعداد 1960، بعد كده 1966، وجا 10 سنوات لحد 2016. يعني المفروض دلوقتي التعداد السكاني اللي بعد 2016 المفروض يتعمل مثلا 2026. يبقى ده التعداد السكاني في مصر بيتعمل كل قد ايه؟ كل 10 سنوات. طب ايه الجهاز المسؤول بقى عن موضوع التعداد السكاني ده؟ قال لك جهاز اسمه الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. هم دول اللي مسؤولين عن التعداد السكاني في مصر. طيب يبقى ده كده بالنسبه للتعداد السكاني، ما فيهوش اي مشكله خالص. نيجي بعد كده بقى على حاجه اسمها الاحصاءات الحيويه. يعني ايه الاحصاءات الحيويه ديت؟ الاحصاءات الحيويه اللي هو مرتبطه معاك باربع حالات. اول حاجه اللي هي حالات الميلاد والوفاه والزواج والطلاق. طبيعي لما اي حد بيجي علشان يتولد يبدا ان هو يطلع شهاده ميلاد. شهاده الميلاد دهيت لما يروح يسجلها في السجل المدني يبقى كده بيعمل احصاءات حيويه. واحد تاني مثلا لا قدر الله حصل له حاله وفاه، بيبدا ان هو يطلع له مثلا شهاده وفاه. نفس الكلام في حالة الزواج وحالة الطلاق، قسيمة الزواج وقسيمة الطلاق، الأربع مواضع دولت تبع الإحصاءات الإيه؟ الحيوية. وأول إحصاء حيوي حصل عندنا في مصر كان سنة 1901. نيجي بعد كده بقى على أهمية مصادر البيانات السكانية. يعني إيه؟ يعني إيه أهمية المعلومات اللي أنا جمعتها؟ عشان دلوقتي لسه جمعت معلومات عن السكان من خلال التعداد السكاني والإحصاءات الحيوية. جمعنا جمعنا معلومات. طيب المعلومات ده هي بقى نبدأ إن إحنا أهميتها وأهمية المعلومات ديت إيه؟ قال لك والله رقم واحد تحديد الاحتياجات السكانية من الخدمات المختلفة. إزاي بقى إن شاء الله؟ تبدأ إنك أنت تحدد الاحتياجات السكانية للسكان من الخدمات المختلفة. تعال ندي مثال كده علشان نفهم.
ازاي بنحدد الاحتياجات المحليه للسكان؟ لو جينا النهارده مثلا وعملنا تعداد سكاني وعرفنا ان عدد السكان في مصر في منهم ولو يكن مثلا 50% منهم شباب، ولقينا منهم مثلا 25% منهم صغار السن، ولقينا منهم كمان 25% منهم اللي هم كبار السن. نبدأ نعمل ايه؟ نبدأ ان احنا نعمل مشروعات توافق التعداد اللي احنا عملناه. يعني مثلا 50% منهم شبابنا هم، هنعمل فيهم ايه؟ نبدأ ان احنا نعمل لهم مصانع علشان يشتغلوا، وصغار السن وكبار السن فئة صغيرة، فبالتالي هنوفر لهم الاحتياجات بتاعتهم اللي هي وليكن مثلا مدارس، مستشفيات، وهكذا يعني. وكمان قال لك ومعرفة قدرات المجتمع في الحاضر والمستقبل، وبعد كده قال لك اختيار الخطط التنموية المناسبة. يبقى دي كلها اسمها ايه؟ أهمية مصادر البيانات السكانية. يبقى احنا عرفنا مع بعض ان المصادر البيانات السكانيه او المعلومات اللي احنا بنجمعها للسكان من خلال التعداد السكاني والاحصاءات الحيويه، وعرفنا اهميتها. نيجي بعد كده بقى على النمو السكاني. النمو السكاني يبدا يتكلم معاك على ان عدد السكان في مصر عددهم بيزيد من اول التعداد السكاني من سنه 1882 لحد 1809 او 1937، بعد كده 47، بعد كده 60. فمن خلال الرسمه اللي قدامنا ديت هنلاقي ان عدد السكان في تزايد مستمر. وممكن الرسم البياني اللي قدامنا ده يجي لنا في الاختيارات على هيئه رسمه تانية. يعني مثلا النمو السكاني ده بيبين لك ان في زياده، فممكن يجي لك سؤال مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك اي المؤشرات الاتيه تدل على النمو السكاني في مصر؟ هتلاقي مثلا في رسمه عامله كده اهي، ديت بتساوي الرسمه اللي قدام حضرتك دي. طيب بيقول لك نتيجة بقى للرسمة ديت، قال لك تضاعف عدد السكان كل 3 مرات من سنة 1900 أو 1882 لحد 1947. طب دي الفترة دي قد إيه؟ قال لك 65 سنة. بعد كده تضاعف التاني كل 3 مرات خلال 49 سنة من سنة 1966 لحد 2015. يعني الفترة قلت ولكن عدد السكان زاد كل 3 مرات من فترة للتانية. طيب الكلام ده طبعا كلته مش مهم يعني، وما بيجيش في الأسئلة غير الرسم زي ما وضحت لحضرتك كده. طيب نيجي بعد كده بقى على المعادلة ديت. المعادلة دي برضو ما مش مهمة قد كده. قال لك ايه؟ قال لك يمكن حساب معدل النمو السكاني للسكان بالمعادلات الاتيه، من خلال ان احنا بنجيب معدل النمو السكاني عن طريق ان احنا بنجيب عدد السكان في التعداد الاحدث وبنطرحه من التعداد الاقدم على التعداد الاقدم، وبعد كده بتضربه في 100، وبعد كده بتجيب الناتج بتوزعه على الفتره الزمنيه ما بين التعدادين الاثنين. وطبعا الكلام ده كلته زي ما قلت لك مش مهم قد كده يعني. اللي جاي بعد كده بقى حاجه اسمها اسباب زياده عدد السكان. ايه هي الاسباب اللي بتؤدي الى زياده عدد السكان في الدوله؟ قال لك والله في عندك حاجه اسمها الزياده الطبيعيه، وحاجه معناها اسمها الزياده الغير طبيعيه. اول حاجه وهي الزياده الطبيعيه. يعني ايه الزياده الطبيعيه؟ الزياده الطبيعيه قال لك هي الفرق ما بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. بنشوف مثلا قد ايه اتولدوا وقد ايه توفوا في السنه، ونبدا ان احنا نحسب بقى هل عدد السكان زادوا ولا عدد السكان قل. اول حاجه هيبدا يتكلم عليك او يتكلم معاك فيها وهي معدلات المواليد. معدل المواليد قال لك عدد المواليد الاحياء في العام الواحد مقسوما على عدد السكان في منتصف العام في 1000. تعال نشوف الكلام ده كده. لو جينا مثلا قلنا انك انت عندك اهوت عدد المواليد الاحياء في العام الواحد على عدد السكان في منتصف العام، ولو يكن مثلا عندك اهمت 500، هتقسمهم على عدد السكان في منتصف العام. عدد السكان في منتصف العام اللي هم كام؟ اللي هم وليكن مثلا 10000. حلو، هتقسم 500 على 10000 هيطلع لك 50. 50 فين؟ قال لك وتضربهم في 1000 الأول. تضربهم في 1000 هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 50. ايه 50 ديت بقى؟ قال لك 50 في الألف. يعني ايه 50 في الألف؟ يعني كل 1000 شخص بيبدأوا إن هم يخلفهم أو بينجبهم 50 فرد. تمام كده؟ يبقى دي اسمها إيه؟ اسمها معدل المواليد. يبقى إحنا حسبنا معدل المواليد. اللي جاي بعد كده بقى نسأل ونقول إيه هي أسباب معدل المواليد؟ أسباب معدل المواليد قال لك رقم واحد انتشار الفقر. يعني انتشار الفقر؟ انتشار الفقر يعني الناس اللي معهاش فلوس، فتبدأ إن هي تنجب عدد كبير علشان تساعد الأسرة اقتصاديا. تساعد الأسرة اقتصاديا. ازاي الكلام ده؟ قال لك والله الكلام ده معظمه بيحصل معاك في الريف. بيحصل فين؟ بيحصل في الريف. تلاقي الناس مثلا موجودين في الريف وما معهمش ان هم يساعدوا نفسهم،
فيبداوا ان هم يجيبوا اطفال كتير عشان الاطفال ده هم ما يودهمش مدارس بقى، لا بيشغلوهم معاهم في الغيطان وحاجات زي كده علشان يساعدوهم اقتصاديا يعني. طيب نيجي بعد كده قال لك ارتفاع البطاله خاصه بين النساء. النساء ما بيشتغلوش فبالتالي فاضيين ان هم يخلفهم وبينجبهم كتير، فبالتالي بيرتفع معدل المواليد. وكمان قال لك وارتفاع نسبه الاميه. شخص ما هوش متعلم، ما راحش علشان يتعلم، فبالتالي جهز نفسه وظبط نفسه وجهز شقته وحاجات زي كده فراح اتجوز معايا، فيبدا ان هو ينجب عدد كبير. نفس الفكره برضو قال لك زواج الاطفال دون 18 سنه. زواج الأطفال دول 18 سنة، طفل لما بيتجوز بدري فبالتالي بيكون فترة الزواج بتاعته بتكون كبيرة فبينجب عدد كبير منين؟ من الأطفال. يبقى احنا معانا دلوقتي 4 أسباب لارتفاع معدل المواليد. أول حاجة اللي هو ارتفاع نسبة الفقر عشان يساعد الأسرة اقتصاديا فبينجب عدد كبير من الأطفال، وعندك كمان ارتفاع نسبة البطالة خاصة بين النساء، وعندك بعد كده ارتفاع نسبة الأمية، ناس ما هماش متعلمين فيبدأوا إن هم يتجوزوا بدري، فبالتالي بيحصل إيه؟ بيحصل زيادة في معدل المواليد. وعندك كمان قال لك زواج الأطفال دون 18 عام، قلنا اللي هو بيتجوز بدري فبالتالي فترة الزواج بتكون كبيرة فبينتج عدد كبير منين؟ من الأطفال. طيب نيجي بعد كده بقى على حاجة اسمها معدل الوفيات. نفس الحسبة اللي حسبناها في معدل المواليد هنحسبها معانا في معدل الوفيات. هتجيب معدل الوفيات في منتصف أو عدد الوفيات في العام على عدد السكان في منتصف العام وتضرب في 1000 هيطلع لك معدل الوفيات. طيب لما جينا حسبنا الحسبة دهيت بقى في مصر لقينا إن معدل الوفيات مرتفع ولا منخفض؟ قال لك في البداية معدل الوفيات كان مرتفع، إنما جينا بعد كده لقينا معدل الوفيات بدأ ينخفض بشكل كبير. طيب ليه؟ قال لك والله بسبب حاجة اسمها ارتفاع مستوى الرعاية الصحية. ارتفاع مستوى الرعاية الصحية، يعني ارتفاع مستوى الرعاية الصحية يعني في مستشفيات بقى في علاج للأمراض، فبالتالي عدد الناس اللي هم يتوفوا بقوا قليلين. طيب نيجي بعد كده بقى على الزيادة الغير طبيعية. الزيادة الغير طبيعية اللي يقصد بها الهجرة. يقصد بها ايه؟ الهجرة. الهجرة طبعا زي ما احنا عارفين في هجرة داخلية وفي هجرة خارجية، فهنبدأ نتكلم مع بعض على الهجرة الداخلية. أول حاجة خالص يعني ايه هجرة داخلية؟ الهجرة الداخلية قال لك الهجرة ما بين الريف للمدن أو الهجرة من محافظة لمحافظة تانية. طب نسأل سؤال ونقول ايه اللي يخليني أسيب القرية دهيت وأروح للمدينة، أو ايه اللي يخليني أسيب المحافظة دهيت واروح لمحافظه ثانيه؟ قال لك بسبب حاجه اسمها عوامل الطرد وعوامل الجذب. اول حاجه هنتكلم عليها وهي عوامل الجذب. ايه عوامل الجذب؟ طب تعالى ندي مثال عشان نفهم. لو هنقول مثلا ان في السكان عندنا هينتقلوا معاك من الصعيد وهيروحوا وليكن مثلا للقاهره. اول حاجه وهي عوامل الجذب فهي بتوجد معاك في المحافظات الجاذبه. المحافظات الجاذبه زي القاهره كده. ايه اللي موجود بقى مثلا في القاهره؟ قال لك والله في شغل، في توافر فرص العمل، وكمان قال لك وارتفاع الاجور، المرتبات مرتفعه، وكمان قال لك وارتفاع مستوى المعيشه، الناس مستوى المعيشه بتاعهم كويس، وتوافر الخدمات الاجتماعيه زي الصحه والتعليم، فهتلاقي مثلا احسن المستشفيات او احسن المدارس موجوده معاك في المحافظات الجاذبه. وتركز الاداره والحكم، واعرف ان تركز الاداره والحكم مش موجوده في اي محافظه غير في محافظه القاهره لان هي العاصمه. وعندك بعد كده قال لك والمنشات الترفيهيه والثقافيه زي مثلا معرض الكتاب في حته في القاهره، عندك مثلا احسن المكتبات اللي موجوده في مصر برضو موجوده في القاهره، او موجوده في المحافظات الجاذبه عموما يعني. طيب بعد كده عوامل الطرد بقى، يعني ايه هي الاسباب اللي خلت السكان يسيبوا الصعيد ويروحوا القاهره؟ هنتكلم على عوامل الطرد يعني الحاجات اللي هي موجوده في الصعيد. قال لك والله رقم واحد قله فرص العمل، الناس مش لاقيين شغل، وايه كمان قال لك وانخفاض الاجور، مرتبات قليله، وتدهور مستوى المعيشه سواء في الصحه او سواء في التعليم، مفيش مدارس كويسه تعلم ولا في حتى مستشفيات تعالج، وكمان قال لك والله قله الوحدات السكنيه. معظم الناس اللي هم موجودين في الريف ما هماش قاعدين في شقق وحاجات زي كده، امال ايه؟ ده عايزين البيت بتاعهم كلاته بيكون بتاعهم، فبالتالي ما تلاقيش او تلاقي قليل ان في مثلا ايه بيوت او شقق بتتباع او بتتأجر. الكلام ده بيكون في المدينه ما بيكونش في الريف. وعندك كمان صغر مساحات الملكيات الزراعيه، ويعرف ان صغر مساحات الملكيات الزراعيه دي بتكون بسبب اللي هو النمو السكاني. نفهم الفكره دي. لو جينا النهارده مثلا انك انت حضرتك في عندك شخصة، الشخص دوت هنسميه وليكن مثلا محمد. محمد ده المفروض ان هو بيملك 4 أفدنة، فالمفروض ان ال4 أفدنة دول بيصرفوا على مين؟ بيصرفوا على محمد. محمد مبسوط عادي خالص والدنيا تمام معاه في ال4 أفدنة ومخليه مستوى المعيشة بتاعه كويس. محمد دوت كان مخلف 4 أفراد،
المفروض ان كل واحد فيهم هياخد فدان. محمد خلاص هيتكل على الله ويموت. فالاربع افدان هم هنبدا نوزعهم على الاربع افراد. فايه اللي حصل؟ اللي حصل معاك ان الاربع افدان هم اتقسموا، فاصبح كل واحد بيملك فدان. فالفدان ده هو ما عادش مكفيه في الشغل او في المصاريف بتاعته، فهيبدا ان هو الارض يبيعها او ياجرها، ويبدا ان هو يروح يهاجر في المدينه علشان يشتغل. خلاص، اسمها ايه؟ اسمها صغر الملكيات الزراعيه او صغر مساحات الملكيات الزراعيه. طيب نيجي بعد كده بقى على الخريطه بتاعت الهجره. لو خدت بالك كده من الخريطه دي نبدا نستنتج شويه حاجات. اول حاجه انك انت عندك السكان بتوع الصعيد بيهاجروا من المحافظات او المدن بتاعت محافظه البحر الاحمر. يعني مثلا ممكن يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ يقول لك معظم المحافظات او معظم الهجرات اللي طالعه من الصعيد راحه فين حته؟ تقول له راحه ناحيه محافظات البحر الاحمر، زي قنا كده. قنا بتروح الغردقه. وعندك كمان ان المحافظات اللي بتقع معاك في شرق الدلتا بيهاجروا الى مدن القناه، والمحافظات اللي بتقع معاك في غرب الدلتا بتقع معاك او بيهاجروا الى الاسكندريه، زي ما هنعرف دلوقتي. طيب ممكن برضو نحط كام سؤال هنا على الخريطه ديت. ممكن يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ يقول لك من المحافظات التي التزمت بعامل المسافه. التزمت بعامل مين؟ المسافه. التزمت بعامل المسافه، يبقى انت هتختار اكتر منطقه في الهجره بتكون المسافه ما بينهم قصيره. زي مين؟ قال لك مثلا زي قنا الغردقه، او قنا للبحر الاحمر، او محافظات الصعيد لمحافظه البحر الاحمر. طب المحافظات التي لم تلتزم بعامل المسافه، هتقول له المحافظات اللي هي الصعيد الى القاهره. بص المسافه كبيره ازاي؟ السهم كبير الى اسكندريه او الى القاهره. تقول له انتقال السكان من الصعيد الى القاهره، او انتقال السكان من الصعيد الى الاسكندريه. يبقى من المحافظات التي لم تلتزم بعامل المسافه تقول له من الصعيد للقاهره او من الصعيد للاسكندريه. انما التزم بعامل المسافه هتلاقي معاك مثلا زي محافظات الصعيد الى البحر الاحمر، المسافه ما بينهم قصيره. طيب نيجي بعد كده بقى على المحافظات الجاذبة والمحافظات الطاردة. قبل ما نتكلم عليهم اعرف إن اللي بيهاجر من الريف إلى المدن هم الذكور. اللي بيهاجر من الريف إلى المدن الذكور، أو اللي بيهاجر من محافظة للتانية هم الذكور. فمعنى الكلام إنك أنت عندك في المحافظات الجاذبة بيزداد فيها عدد الذكور، وبيرتفع فيها او بيقل فيها معدل الاناث. انها بالنسبه للمحافظات الطارده دي بيرتفع فيها معدل الذكور وبيقل فيه، او بيرتفع فيها معدل الاناث وبيقل فيها معدل الذكور، لان الذكور هاجروا للمحافظات الايه؟ الجاذبه. طيب تعال نشوف مع بعض بقى كده امثله للمحافظات الجاذبه. المحافظات الجاذبه قال لك زي القاهره والاسكندريه والجيزه وجنوب سيناء. وعندك محافظات قناه السويس. محافظات قناه السويس اللي هم ثلاثه: بورسعيد واسماعيليه والسويس. وعندك محافظات البحر الاحمر واهم المدن زي ما احنا عارفين الغردقه. بالنسبه للمحافظات الطارده عندك جنوب الوادي اللي احنا بنسميها جنوب وادي النيل، اللي هم مين بقى؟ اللي هي مثلا سوهاج، اسوان، الاقصر، بني سويف. المحافظات دي كلها اسمها محافظات طارده، اللي احنا بنسميها محافظه الصعيد يعني. وعندك محافظه الدهليه، الشرقيه، المنوفيه، الغربيه. هتلاقي معظم المحافظات ديت محافظات ايه؟ محافظات بتعمل بالزراعه يعني. انما بالنسبه للمحافظات الجاذبه هتلاقيهم بيعملوا بالصناعه والخدمات، فبالتالي بتعتبر مناطق جاذبه. انما المحافظات الطارده لا، بتعمل معانا بالايه؟ بالزراعه. طيب نيجي بعد كده بقى على الهجرة الخارجية. الهجرة الخارجية معناها إن الفرد بينتقل من دولة للتانية، أو الشخص دوت بيسيب البلد بتاعته وبيروح لبلد تانية. بيقول لك وصل عدد المهاجرين للعمل بالدول العربية حوالي 3 مليون فرد. وتؤكد الدراسات إن حوالي 70% من المهاجرين أعمارهم بتتراوح من 20 ل 40%، أو من 20 سنة ل 40 سنة. طيب المعدل هنا بقى، هل ده معدل كبير ولا قليل؟ أول حاجة ده معدل كبير. طب تاني حاجة بيقول لك إن السن الناس اللي بيسافروا من اللي هو من 20 سنة ل 40 سنة ده يعتبروا شباب. فنسبة المهاجرين بيكونوا نسبة شباب. فالشباب دوت لما يهاجروا قال لك ده بيعمل على إعاقة مشروعات التنمية. ليه بيعمل على إعاقة مشروعات التنمية؟ قال لك والله لأن لما الدولة ديت تبدأ إن هي تعمل مشروعات، هتعمل مثلا مصانع أو حاجة زي كده. ندي مثال، مثلا مصر ده كان فيها وليكن مثلا مليون شاب، في منهم نص مليون سافر راح وليكن مثلا السعودية. طيب دلوقتي معنى كده انك انت عندك الايدي العامله اللي موجوده في مصر قلت. فمصر دلوقتي لما تيجي تعمل مثلا مشروع او تعمل مصنع او تعمل اي حاجه من الحاجات ديت، فبالتالي النص مليون ده هم او الشباب يعني عددهم قل، فالايدي العامله قلت.
فبالتالي هيعيق مشروعات مين؟ التنميه. ولان كمان الناس اللي بتهاجر دولت ناس عندهم كفاءه وعندهم خبره، فالناس الكويسين هم اللي بيهاجروا. تمام كده؟ طيب، قال لك اسباب بقى الهجره، ايه اللي بيخلي السكان يهاجروا؟ قال لك والله انخفاض مستوى المعيشه، مرتبات هنا مش كويسه، وعندك كمان انتشار البطاله، مفيش شغل، وعدم توظيف القدرات العلميه. تلاقي شخص مثلا كان شاطر قوي في الدراسه والدنيا تمام وجايب مجموع كويس، ولكن الظروف ما سمحتلوش ان هو يشتغل في مكان كويس، فساب البلد خالص وايه وهاجر وكده، مما ادى الى هجره العقول المفكره اللي احنا بنسميها القدرات العلميه، ويعرف ان الكلام ده بيؤدي الى اعاقه مشروعات التنميه. عندك بعد كده قال لك لها ايجابيات وسلبيات بقى. يعني ايه اللي هيحصل او الايجابيات او السلبيات اللي هتعود على مصر لما الشباب بتاعها يسافروا؟ اول حاجه بالنسبه للايجابيات، انت قلت لي دلوقتي مثلا ان مصر ديت فيها نسبه بطاله ولو يكن مثلا 50 فرد، او خليها مليون شخص، مليون شخص مش لاقيين شغل، فمنهم نص مليون سافر، فبالتالي هيبقى لك كام؟ نص مليون، فبالتالي ادت الى خفض نسبه البطاله عندك. وايه كمان؟ الناس اللي سافروا ده هم هيبداوا ان هم يحولوا عمله صعبه للبلد، لمصر يعني، فيبداوا ان هم يوفروا او يزودوا من الدخل القومي بتاع الدوله من العملات الاجنبيه. يبقى العملات او عندك اللي هي العوامل الايجابيه، خفض نسبه البطاله، وعندك كمان زياده الدخل القومي من العملات الاجنبيه. السلبيات بقى، قال لك والله عدم استفاده الدوله من العقول، لان الناس اللي هم عندهم كفاءه وعندهم خبره سافروا، مما يعوق مشروعات مين؟ التنميه. طيب، نيجي بعد كده بقى على القانون اللي بنحسب بيه الهجرة الخارجية. القانون اللي بنحسب بيه الهجرة الخارجية قانون اسمه قانون صافي الهجرة. صافي الهجرة بنجيب الناس اللي هم سافروا مشيوا، وبنطرحهم من الناس اللي هم داخلين البلد، اللي احنا بنسموهم الوافدين والنازحون. الوافدون يعني الناس اللي جايين البلد اللي هي مصر، والنازحون الناس اللي هم ماشيين من مصر. لو ونبدأ ان احنا نطرحهم من بعض. لما تطرح الاثنين من بعض وتلاقي ان عدد الوافدون يعني الناس اللي جايين مصر اكتر من الناس اللي مشيت، فكده في صالح مصر. اللي انا بقوله ده اسمه قانون صافي الهجره. طيب، ده دي الهجره الخارجيه. الهجره الداخليه بقى، الهجره الداخليه ابدا اعرفها من خلال ايه؟ قال لك تعرفها من خلال حاجه اسمها مقارنه محل الميلاد بمحل الاقامه. حضرتك اتولدت وكتبت او مكتوب لك مثلا في شهاده الميلاد انك انت مواليد محافظه الاسكندريه، وبعد ما كبرت اتنقلت رحت القاهرة، فطلعت في البطاقة بتاعتك انك انت محل الإقامة في القاهرة، فنبدأ نقارن بقى اللي هي شهادة الميلاد بالبطاقة بتاعتك، فنعرف انك انت حصل هنا ايه؟ هجرة داخلية. خلاص كده؟ طيب، نيجي بعد كده بقى لحاجة اسمها التركيب السكاني. التركيب معانا ثلاث اقسام. في عندنا حاجه اسمها التركيب النوعي، حاجه ثانيه اسمها التركيب العمري، واخر حاجه اسمها التركيب الاقتصادي. تعال نفهم مع بعض كده الثلاثه دولت علشان الموضوع سهل وبسيط ما فيهوش اي مشكله يعني. اول حاجه خالص هيتكلم لك عليها هو التركيب النوعي. التركيب النوعي معناه ان احنا بنقسم سكان مصر او السكان عموما الى ذكور واناث. والتركيب العمري معناه ان احنا بنقسم السكان بتوعنا لثلاث فئات: صغار السن والشباب وعندك كبار السن. طب تعال نشوف مع بعض كده التركيب النوعي ونطبقه على مصر. لما جينا نشوف مع بعض عدد الذكور وعدد الاناث في مصر، لقينا ايه؟ قال لك والله لقينا ان عدد الذكور في مصر اكتر من عدد الاناث، 51% ذكور و49% منهم اناث. طب هل النسبه دي ثابته في كل المحافظات؟ قال لك لا، بتختلف معاك من محافظه للتانيه زي ما احنا قلنا. زي ما قلنا ان محافظات الجاذبه بيزداد فيها عدد الذكور، والطارده بيقل فيها معدل الذكور. يبقى المحافظات الجاذبه بيزيد فيها معدل الذكور، والطارده بيقل فيها معدل مين؟ الذكور، وبيزداد فيها معدل الاناث طبعا. طيب، نيجي بعد كده بقى على التركيب العمري. التركيب العمري ان احنا بنقسم السكان بتوعنا الى ثلاث اقسام. فئه اسمها فئه صغار السن، وفئه ثانيه اسمها فئه الشباب، والفئه الثالثه اسمها فئه كبار السن. يبقى الصغار السن والشباب ومين؟ وكبار السن. طيب، عندك بالنسبه لصغار السن، امتى احكم على الافراد اللي قدامي دوت او السكان اللي قدامي دوت ان هم صغار سن؟ قال لك والله من اول لما يتولدوا لحد سن 15 سنه كده صغار سن. الشباب قال لك من سن 16 سنه لحد سن 64 سنه. طب بالنسبه لكبار السن قال لك من 65 سنه لحد ما ايه؟ ما يتوفوا يعني يبقى احنا تقسيم السكان في تركيب نوعي وتركيب عمري. النوعي ذكور واناث، طب العمري صغار سن وشباب وكبار سن. ايه اللي هيحصل بقى لما يزداد معدل صغار السن
ومعدل كبار السن. قال لك والله هما الاثنين هيرتفعوا معاهم معدل اسمه معدل الإعالة. يعني ايه الإعالة؟ بنسمع كتير قوي كلمة عالة دي. يعني ايه عالة؟ يعني بيقول لك انت عالة على المجتمع. عالة على المجتمع يعني حضرتك ما بتصرفش على نفسك وفي حد بيصرف عليك. اهو بالظبط كده. صغار السن وكبار السن، هل ديت فئة بتشتغل او فئة بتعمل؟ لا، ما بتعملش. فمعنى الكلام ان في حد بيصرف عليهم. فصغار السن في حد بيصرف عليهم، وكبار السن برضه في حد بيصرف عليهم. فالدولة متطلبة ان هي تصرف على الفئة دهيت، وتبدا ان هي توفر لهم الاحتياجات بتاعتهم، المدارس والمستشفيات. طب مين بقى القوى العامله في التركيب العمري؟ قال لك والله هي فئه الشباب. فئه الشباب ده بنسميها فئه قوه العمل. يعني معنى الكلام انك انت عندك فئه الشباب ده لو زادت في الدوله، ده كده بيأثر بالايجاب على الدوله، دوله كويسه. انها بالنسبه لكبار السن وصغار السن لو زادوا في الدوله، لا، الكلام ده هيأثر بالسلب على الدوله. واعرف ان الاعاله بتؤدي معاك او بتعيق معاك مشروعات التنميه. طب تعال ندي مثال كده علشان نفهم. لو جيت النهارده وقلت لك مثلا ان في واحد مرتبه كويس، ولكن عنده عدد اطفال او عدد ابناء كتير، صغار سن بقى وحاجات زي كده. الشخص دوت لما يجي علشان مثلا يطور في البيت بتاعه، هل هيعرف يطور في البيت بتاعه؟ مش هيعرف. ليه؟ علشان هو متطلب منه ان هو يصرف على الاطفال دوت، فالمرتب ما بيكفيش، هو يا دوبك اصلا بيصرف عليهم وياكلهم ويشربهم، لان الفئه اللي قدامه دهيت ما بتشتغلش. خلاص. يبقى احنا معانا كده التركيب النوعي ذكور واناث، التركيب العمري فئات العمر، والتركيب الاقتصادي هنتكلم عليه دلوقتي. اول حاجه التركيب النوعي، قال لك تقسيم السكان حسب النوع ذكور واناث زي ما قلنا. ولقينا كده او شفنا مع بعض ان نسبه الذكور اكبر من نسبه الاناث. وعندك بعد كده نسبه الذكور بتقل او بتزيد على حسب المحافظه للتانيه. لو كانت محافظه جاذبه فهتزيد فيها معدل الذكور، ولو كانت محافظه طارده هتقل فيها معدل الذكور. واداك مثال، قال لك المحافظات الطارده زي كفر الشيخ والاقصر، والجاذبه زي البحر الاحمر ومين وجنوب سيناء. التركيب العمري بقى قال لك والله احنا بنقسم السكان لكبار سن وصغار سن وعندك الشباب. واعرف معايا برضو الحته بتاعت الهرم السكاني دي. الحته بتاعت الهرم السكاني، الهرم السكاني بنبدا ان احنا نقسمه لافقي وراسي. ادي الافقي اهوت، والنماد اللي هو الايه الرأسي. بالنسبة للأفق بيتقسم معاك لنمط ذكور، والناحية التانية إناث. وبالنسبة للرأسي عندك متقسم معاك لثلاث فئات، اللي هو عندك العمري، يعني اللي هو عندك صغار السن هنا، وعندك هنا اللي هم الشباب، وعندك النماد اللي هم كبار السن. يبقى صغار السن والشباب ومين وكبار السن. بنبدأ إن إحنا نعرف بقى، أو صغار السن هو بين قوسين كده بنسميهم اللي هي قاعدة الهرم السكاني، والشباب بنسميهم منتصف الهرم السكاني او منتصف العمر، وكبار السن بنسميهم قمه الهرم السكاني. ونبدا ان احنا نرسم زي مثلث كده. المثلث دوت بقى لو خدت بالك هتلاقي عندك ان نسبه صغار السن لحد هنا كبيره، وعندك نسبه الشباب الى حد ما متوسطه، وعندك اللي هم كبار السن ايه قليلين برضه. فادي من خلال الهرم السكاني اهوت قال لك ينقسم الى قسم الذكور وقسم الاناث. ادي الذكور وادي الاناث، ورأسيا الى فئات عمريه مرتبة ترتيبا تصاعديا أو رأسيا. من الفئات العمرية من الأصغر إلى الأكبر. هتلاقي عندك اللي هي فئة رقم واحد دي كده صغار سن، ورقم اتنين دي اللي هي كبار السن، ورقم ثلاثة اللي هي أو الشباب معلش، وعندك رقم ثلاثة اللي هي إيه؟ اللي هي كبار السن. آه، عندك برضه تعرف ان صغار السن وكبار السن هما الاثنين زي ما قلت لك بيؤدي لارتفاع معدل الاعاله. يعني ممكن يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ يقول لك وجه الشبه من قاعده الهرم السكاني وقمه الهرم السكاني. تقول له هما الاثنين بيزودوا معاك معدل الاعاله او بيعوقوا مشروعات التنميه، بيعملوا اعاقه لمشروعات التنميه. هنيجي بقى على اخر جزئيه مع بعض، هو التركيب الاقتصادي. التركيب الاقتصادي التركيب الاقتصادي معناه ان احنا بنقسم السكان او بنتكلم عليه يعني عموما على الانشطه الاقتصاديه والحاله التعليميه. الانشطه الاقتصاديه يعني هنشوف معظم السكان شغالين بايه، فهتلاقي ان اكبر نسبه معانا في الشغلانه اللي موجوده في مصر هي الزراعه. فبيقول لك يقدر عدد العاملين بالانشطه الاقتصاديه المختلفه لحوالي 23 مليون نسمه، واكبر الانشطه انتشارا هو النشاط الزراعي، وده بيدل معاك على اهميه الزراعه للاقتصاد المصري.
طيب بالنسبة للحالة التعليمية بقى، هتلاقي عندك إن أعلى نسبة في التعليم هتلاقي عندك الملتحقين بالتعليم المتوسط اللي هم الدبلوم، وأقل نسبة اللي هم الحاصلين على التعليم اللي فوق الجامعي، وده اللي هو اللي حصل على ماجستير على دكتوراه حاجات زي كده. وهتلاحظ برضه إن نسبة الأمية مرتفعة.